هلا بنات، شلونكم؟ اخباركم؟ ان شاء الله يا رب الكل يكون بخير. رجعت لكم اليوم بفيديو جديد، والفيديو اليوم هو راح نسوي حلوى امريكية. ظليت ابحث عنها، كلش عجبتني، اكلتها وعجبتني فحبيت اسويها. حبيت ابحث عنها واعرف شنو مكوناتها واسويها واشاركها وياكم. مثل ما تشوفون بالبداية خليت زبد، والزبد بنات لازم يكون بحرارة الغرفة، وخليت سكر باودر. وهذا السكر يعني إذا ما عندكم سكر باودر عادي تخلون سكر بالطاحونة وتطحنوه والأمور تمام. هي قريبة للأبل باي، لفطيرة التفاح. مثل ما تشوفون راح أمزجها بهاي الطريقة. طبعا أنا كلش مشتاقة لكم هواي، وآسفة على هذا الانقطاع، بس إن شاء الله راح أرجع بقوة. قولولي انتو شلونكم، أخباركم؟ يعني حتى ناسية التصوير، ناسية التسجيل، يعني كلش آسفة. إذا يعني دا تسمعون أشياء غريبة، كلمات متقطعة، عادي، يعني بعد احنا صديقات وعادي. قولولي انتو شلونكم، أخباركم، شلونكم بالدراسة، بما انه هسه الدراسة يعني حضوري مو اونلاين ولا يعني الكتروني وهيجي شي. اعتقد هاي اول سنة يكون 100% حضوري. هسه راح اخلي صفار بيضة واحدة، بس الصفار، وراح اخلط. حظل اخلطها بهاي الطريقة الى ان تنمزج. نخلي شوية فانيلا، وهسه راح اخلي طحين. مثل ما تشوفون خليت كوب طحين، لان هذا الكوب اللي دا اقيس بيه هو نص كوب، فخليت 2 صارن كوب. ابدي امزجه بهاي الطريقة بايدي، يعني مثل شلون احنا نقول العجين اعجنه، واشوف اذا يحتاج له طحين ارجع اضيف طحين، ما يحتاج. لو صارت العجينة متماسكة خلاص، هي لازم عجينة تكون شبه رملية، يعني هشة كلش تكون. هاي حسيت انه بعدي رادة طحين، العفو، فخليت نص كوب طحين. بنات لا تنسون تسوون لايك للفيديو، تشيرونه ويا اصدقائكم اذا حبيتوا هاي الحلوى. شوية خليت حليب، مو هواية، تشوفون شقد، يعني تقريبا اقل الربع الكوب، اقل، بس على مود تتماسك عندي العجينة وتكون عجينة متماسكة. شوفوا يعني تقريبا اقل الربع. صارت عندي عجينة متماسكة وحلوة. راح اتركها هسه ترتاح فد 10 دقايق مو اكثر. هاك شوفوا بنات، هسه حطيتها بالقالب، صارت بهاي الطريقة، تركتها ترتاح 10 دقايق. وآسفة يعني هذا المقطع ما صورته، بس أني خليتها
بورق الزبدة وفردتها بالشبك وصارت هيجي مربعة، وخليتها بالقالب وقصيت الأطراف. هسه خليتها بالفرن لمدة، راح أخليها لمدة تقريبا ربع ساعة أو إلى أن نشوفها شوية قرت. هسه هاي بنات هنا خليت سكر بني وخليته سويته كراميل، يعني ذوبته على النار. خليت كوب سكر بني، شكر بني عادي تروحون أي محل موجود هذا الشكر. وهو وحار خليت هسه الزبد، قالب من الزبد، يعني ما يقارب تقريبا خاشوقة ونص. وهاي هنا خليت تقريبا خاشوقتين من العسل. حفظوا بنات الخطوات. شكر بني تذوبونه على تسووا مثل الكراميل، تذوبوه على النار وتخلون عليه، تشيلوه من النار، تخلون عليه الزبد وتخلون عليه خاشوقتين من العسل. نظل يعني نمزج بيها الى ان تصير بهالشكل هذا. شوفوها يعني شبيه عبالك كاكاو، بس هو يعني طبعا مو طعم كاكاو. هسه راح اخلي هاي المكسرات. هذا طعمه من صراحة مش شايفته بالعراق، بس طعمه شبيه بالجوز. شوفوا هو يشبه الجوز بس مو جوز، يعني هو من فصيلة الجوز، احنا هيك يعني هيك تقريبا. فجوز نطحنه او نكسره هيك، نكسره ونخليه. نظل نمزج بيه الى اني يعني تتجانس كل المكونات. وهسه حسيتها يعني المواد بردت، الشكر اللي ذوبناه برد. هسه راح اخلي عليه بيضة كاملة هي وصفار. بيضة والصفار والبياض مال البيضة اللي اخذنا من عندها بس الصفار. فقلت ليش اذبه، خلي كليته يعني استعمله. نظل نمزج بيه بهالطريقة لأن تتجانس كل المكونات. أتمنى تجربوها لأنه كلش طيبة. وتفيد. احنا بالشتاء أغلبية يعني الناس بالشتاء تحب تاكل حلويات. وهاي بنات مثل ما تشوفون بس شقرت وطلعتها من الفرن، بس شوية صار بيها شقار واستوت. طلعتها من الفرن وراح اخلي عليها هسه الخلطة اللي سويناها، راح اخليها بهالطريقة.
وهسه راح ازينها بالجوز. هاي مثل ما تشوفون راح ابدي ازينها بالجوز. يصير شكلها كلش حلو وطعمها همينه كلش طيب. راح هسه ارجعها بالفرن الى ان تستوي، يعني هي من تستوي تبين تبدي مثل تجمد. يعني هسه هذا السائل اللي خليناه يصير شبه جلاتيني وجامد. بهالشكل بنات هاي هيك استوت وصارت جاهزة. راح اخلي شوية عليها سكر باودر، يعني رشة كلش بسيطة للتزيين، مو هواية، مثل ما تشوفون. وهيك صارت جاهزة للأكل. لا تدخلوها أبدا بالثلاجة إذا سويتوها وإذا جربتوها، لا تدخلوها بالثلاجة لأنه وانت تدخل بالثلاجة تبس وطعمها يصير ما طيب. هي هاي تظل برا. شوفوا هاي يعني قد يعني متحمسة انه اذوق. اخذت شوية واكلتها قبل التصوير. متحمسة اريد اشوف نجحت ما نجحت، فاضطريت شوية اكل منها مو هواية. مثل ما تشوفون بنات هذا طلع شكلها وطعمها كلش طيب. اتمنى تجربوها وتكتبوا لي بالتعليقات اذا عجبتكم او لا. لا تنسون بنات تسوون لايك للفيديو، تشتركون بالقناة، تشاركون القناة ويا اصدقائكم، واشوفكم بالفيديو الجاي ان شاء الله. مع السلامة.